بسم الله الرحمن الرحيم. 30/12/2013 بعد أن من الله على البلاد بأمطار الخير واليمن والبركة، نسأل الله أن تكون أمطار وسقيا رحمة يا رب، لا سقيا عذاب. أحد مخيمات المجاهدين قد طافت من الأمطار كما تشاهدون. يقومون الآن بانتشال بعض المواد الغذائية. الله أكبر. الله يوفقك يا بشرة، الله لا يوفقك. كما تشاهدون أطعمة من شدة البرد وبرودة الماء والجو لا يستطيعون، كما تشاهدون لا يستطيعون الاستمرار فيه. الله أكبر. طبعا إلى جميع الذين جالسين الآن في البيوت وفي الفنادق في التكييف المركزي وعند آبار النفط، الذين يجمعون الأموال الطائلة دون أن يسألون عن إخوانهم في ساحات الجهاد، نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. كما ترون من الله علينا بسقي رحمة إن شاء الله تعالى، رغم أنه مثلا طفنا هدومنا، بس والله العظيم مكيفين. الأخوة طبعا هناك شوف يعني طامسين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم: ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. 2، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلذلك إخواني الجاعدين برا والجاعدين على الآبار، والله عيب عليكم، أتوقع كافية. تعالوا يا أخي، والله العظيم هنا ما شاء الله كيفية، لا تفكرون الماء ما شاء الله. شوف بيوت الشعب، المخيمات، الطوفان، بس ولكن مكيفين يعني. طبعا هذا المخيم قد أطلق عليه المجاهدون باسم مخيم الزعتري تضامنا مع أخوانهم في مخيم الزعتري في نعم. الأردن. نعم. شلون حسيت بالبرد بعد ما؟ الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. أبو علي شلونك أبو علي؟ الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. تقدر تطالعها ما زالك عطشان بردان؟ والله موت برد غارس. ليش الجرم جايب صندوق؟ فوق صندوق على القاف. حسبي الله ونعم الوكيل. 30/12/2013 من أحد مخيمات المجاهدين، وهو مخيم الزعتري في سوريا، في داخل سوريا، لكن الله أكبر.